طالما انت ظهرك الفيديو ده يبقى انت مش عارف تتخطى ولا انا عارف اتخطى، بس في هدوء كده اهوت. خلاص سقفنا اللعيبه وسقفنا لحسام حسن وشتمنا الحكم وقلنا كل الاخطاء اللي حصلت، بس تعالى كده ناخد الاجوان اللي جت فينا واحده واحده ونعرف الغلط جه منين. في رايي الغلط كانت بدايته في تغييره مرموش. تغييره مرموش بزيكو كان بعد ما الارجنتين جابت فينا الجون الاول في الدقيقه 79. انا كان رايي ان بدل ما ينزل مرموش نزل حسام عبد المجيد وامن. عامه تعالوا نبص على الاجوان ونشوف الجون الاول حصل فيه ايه. زي ما انت شايف كل اللعيبه كل واحد فيهم ماسك عادي خالص، وياسر ابراهيم معاه روميرو. هوب العب الكوره. فين ياسر ابراهيم وروميرو؟ سرح ياسر لعيب كبير وانا بحبه جدا، لكن سرحان في الوقت ده في الوضع ده غلط. اديها كلفتنا جون. نيجي بقى للجون الثاني وناخدها واحده واحده. هنا لعيب الارجنتين بيعمل باس وضغط عليه تريزيجيه واللعيب في ظهر مهند. لغايه دلوقتي الدنيا عادي، بس ميسي على اليمين زي ما احنا شايفينه كده لوحده. الكوره هتيجي لميسي، هيضغط عليه مين؟ تريزيجيه ومهند، هم اقرب اتنين ليه. هيروحوا هما الاثنين يضغطوا على ميسي. طبعا مهند هو الاقرب وتريزيجيه ابطا شويه. ميسي يلعب بالعرض، مهند يطلع، كل دوت تمام. عايزك بقى تركز هنا مع حمدي فتحي والكوره. ميسي بيعمل كروس باس، حمدي هيسيبه ويطلع. ليه قله التركيز؟ سايبه ليه يا حمدي؟ بتسيبه وتزيد ليه؟ هتزيد على مين يا حبيبي؟ فالكوره جت في قلب الستة ياردة. خدوا بالكم كان هو ممكن هو اللي يخلصها، لكن ما خلصهاش لان الكوره ما جاتلوش مظبوطه. فهيعمل ايه؟ هيلف يلاقي مين في وشه؟ ميسي. طب مين كان المفروض مع ميسي؟ بص بقى، كان المفروض معاه ورا مين؟ تريزيجيه ومهند. فين تريزيجيه ومهند؟ واقفين ورا لسه على ال 18، نايمين على ال 18. فهنا الجون دوت عباره عن خطا مركب من حمدي فتحي ومهند لاشين وتريزيجيه. يا جماعه الاخطاء دي وقله التركيز ده هو دوت اللي خسرنا. الحكم عندنا عليه مشاكل واتكلمنا عليه وقلنا، لكن قله التركيز في وقت زي ده في وضع زي دوت يلبسك جون بسهوله. نيجي بقى للجون التالت. دقيقه دلوقتي 92 واحنا متعادلين 2-2. كل الفرقه مهاجمه بالباكين بالوينجين بخط النص، كل الفرقه مهاجمه. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ما احنا لسه في اكسترا تايم ممكن نروح له. هاني فاتح وكريم حافظ فاتح وتريزيجيه قدام ومرموش قدام وصلاح اتخطفت منه. اللعيبه طبعا بترجع بكل سرعتها عشان تلحق. رامي بيروح مع لوتارو، وركز هنا على مروان عطيه ومهند لاشين. الاثنين مش قادرين يجروا، بيجروا. بص بقى ياسر، يا ياسر الراجل في ظهرك، انزو في ظهرك يا ياسر، مفيش غيره. يا ياسر خده في صدرك، مفيش غيره حتى، يعني مفيش اتنين عليك، فانت موصل نفسك ما بينهم. فياسر عمل ايه؟ سرح، خد خطوه لقدام وسرح. طب ليه؟ وحتى لو كان ياسر متمركز كويس، بص على مروان تعب ما قدرش يجري. اللعيب بتاع الارجنتين جاي من تحت، كان هو برضه هيخلص. اللعيبه خلاص خلصت بدني. انا مش بلومهم، عملوا اللي عليهم، بس يا جماعه قله التركيز بالظبط خلال اخر 10 دقائق كانت هي السبب الاساسي في خساره منتخب مصر.